ومن هنا خلينا نروح للصنف التاني وهو البروستانورم كبسول. والبروستانورم عبارة عن كبسولات بتتكون من مجموعة مستخلصات نباتية ومعادن بتساعد في علاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد وتخفيف مشاكل التبول، وبتحتوي على 4 مكونات أساسية. أول حاجة البيجيوم إكستراكت أو خلاصة البيجيوم بتركيز 54 مللي جرام، وده مستخلص نباتي من لحاء شجرة البرقوق الأفريقية وبيساعد في تقليل تضخم البروستاتا، وده بيخفف مشاكل زي ضعف تدفق البول والتبول الليلي. وأبحاث كتيرة بتدعم تأثيره الإيجابي على صحة البروستاتا. كمان السوبالميتو اكستراكت او مستخلص البلميط المنشاري بتركيز 150 مللي جرام، وده مستخلص من شجره صغيره اوراقها شبه المروحه كده، بيقلل اعراض تضخم البروستاتا زي سلس البول وصعوبه التبول، وليه كمان تاثير مضاد للالتهاب، وبيساعد في تقليل نمو الخلايا المفرط اللي ممكن يقلل من خطر الاصابه بسرطان البروستاتا. كمان عليه الستينجنج نيتل اكستراكت بتركيز 10 مللي جرام، وده نبات اوراقه مدببه وليه ازهار صغيره، وبيساعد في تخفيف اعراض تضخم البروستاتا الحميد زي الحاجه المتكرره للتبول خصوصا بالليل، وده بسبب انه بيحتوي على مواد زي الفيتوستيرول والبوليفينول اللي بتقلل الالتهاب. اخر حاجه الزنك بتركيز 5 مللي جرام، وده معدن اساسي موجود في الجسم مهم جدا للمناعه والخصوبه وصحه البروستاتا، ونقصه ممكن يسبب مشاكل في الجهاز التناسلي، وان كان تركيزه مش احسن حاجه يعني. طيب يا دكتور، ايه هي دواء استعمال البروستانور؟ البروستانور مكمل غذائي بيستخدم في حالات تضخم البروستاتا الحميد. لو عندك تضخم في البروستاتا بسبب مشاكل في التبول زي ضعف تدفق البول او صعوبه التبول، فالبروستانورم بيساعد في تخفيف الاعراض دي. كمان بيعالج التهابات البروستاتا، بيدعم علاج الالتهابات وبيساعد في تقليل الالم والاحتقان المصاحبين للالتهاب. كمان بيعالج قله الرغبه الجنسيه، وبيساعد على تحسين الدافع الجنسي عند بعض الرجاله بسبب احتوائه على مكونات بتدعم صحه الجهاز التناسلي. كمان بيعالج زياده الحاجه للتبول، لو بتحس انك عايز تدخل الحمام كتير على غير العاده خصوصا بالليل، فالبروستانورم ممكن يساعد يقلل عدد المرات دي. كمان بيقلل من الحاجة للتبول بالليل، وده بيساعدك تنام براحة أكتر من غير ما تصحى كتير. كمان بيعالج فرط نشاط المثانة أو سلس البول لأنه بيساعد في السيطرة على تسريب البول أو عدم التحكم في البول. معلومة مهمة، البروستادور مكمل غذائي مش بديل عن العلاج الأساسي، يعني لو الدكتور كاتب لك أدوية لعلاج تضخم البروستاتا أو الالتهابات ما ينفعش تعتمد على البروستادور لوحده. هو دوره إنه بيدعم العلاج وبيخفف الأعراض، ولكنه ما بيحلش مكان الأدوية اللي وصفها لك الدكتور. طيب يا دكتور، إيه الأعراض الجانبية للبروستادور أو إيه هي أضراره؟ البروستانورم عادة آمن لأنه مكمل غذائي، ولكن ممكن يسبب شوية أعراض جانبية خفيفة عند بعض الناس، زي وجع في المعدة، ممكن تحس بشوية مغص أو عدم راحة في البطن، غثيان، إحساس إنك عايز ترجع خصوصا لو أخدته على معدة فاضية، اضطرابات في الهضم يعني ممكن يسبب لك إسهال أو إمساك بسيط عند بعض الناس، وممكن يسبب حكة وطفح جلدي في حالة وجود حساسية لأي مكون من مكوناته. ومن هنا خلينا نعرف موانع استعمال البروستانورم كبسول أو مين الناس الممنوع من استعماله. أول حاجة ممنوع في حالة الحساسية المفرطة لأي مكون من مكوناته، لو عندك حساسية لأي مكون من مكونات الكبسولة ما ينفعش تستخدمه. أعراض الحساسية زي طفح جلدي، حكة، تورم في الوجه أو صعوبة في التنفس. وخد بالك يستخدم بحذر مع الحالات دي. اضطرابات الهرمونات أو استخدام أدوية هرمونية، لو عندك مشاكل هرمونية زي اضطرابات الغدة الدرقية أو بتاخد أدوية هرمونية لازم تستشير الدكتور، لأن بعض المكونات النباتية ممكن يكون لها تأثير بسيط على مستوى الهرمونات. كمان مرضى سيولة الدم، لو بتاخد أدوية لسيولة الدم زي الوارفرين أو عندك مشاكل في تجلط الدم لازم دكتور يعرف قبل ما تستخدمه لأنه ممكن يزود من خطر النزيف. كمان مرضى السكر، بعض المكونات النباتية ممكن تأثر بشكل خفيف على مستوى السكر في الدم، ولو بتاخد أدوية للسكر لازم تتابع مستوى السكر كويس. لو عندك ارتفاع في ضغط الدم لازم تاخده بحذر وتحت إشراف طبي، السبب إن بعض مكوناته النباتية ممكن تتفاعل مع أدوية الضغط وتسبب تفاعلات دوائية غير مرغوب فيها. عشان كده مهم جدا تبلغ الدكتور لو بتاخد أدوية لعلاج الضغط. طيب إيه هي جرعة البروستانورم أو نستعمله إزاي؟ الجرعة المعتادة بتكون من كبسولة إلى كبسولتين يوميا، والبروستانور بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 231 جنيه.